تدارى ما بين العربي والسلام العمران في مواجهه يقود حكم اللقاء الاستاذ احمد القراش، وتتحدث عن المساعد الاول الاستاذ ايمن العيسى، بينما عبد العزيز الجاسم مساعدا ثانيا. بعدما تاهل الفريقين الى دور الثمانيه، علينا الان ان نشاهد مباراه تحديد المتصدر لهذه المجموعه. اللعبه من جانب العربي تلعبنا من جانب حمود، لكنه ابعدت لمصلحه لاعبي السلام. عادت للعربي تسديده، تعادل سلبي. نعم كرتنا محاوله تسديده لكنها جانبيه في القساس، ويواجه المنظم كسر لمن يصير الاوفسايد، ما فيها اوفسايد، تسديده لكن ابدعها من قبل عباس الفضل وايضا عبد الله ابو رجحه. ولدينا ايضا معلقين نعم في لجنة الشيخ المعلقين من هذه البلدة في بلدة نادي معا. جميل ان نشاهد المواهب تخرج الينا وتختم الاحساء. كرة تلعب تسديده، الله 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 الله، جول حلو، جول حلو يا جماعة، يستحق التصفيق. اي والله صفق يا ابو عبد الله، اي والله صفق الحارس. الملعب ما بين العربي والفرار هنا من الجهة اليمنى، ما زالت بعرضية راسية. جول التعادل، جول التعادل من جانب العربي. لا يريد الخسارة العربي، لا يريد الخسارة العربي. ما زالت هنا من الجهة اليمنى لمصلحة السلام. يعاقب العربي على اهدار الفرصة الماضية ويسجل الهدف الثاني. الملعب من جديد امامية في البينية من الجهة اليسرى بعالية مريم خالد. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عودة من جديد في شوط المباراة الثاني في لقاء العربي وسلام العمران. شوط اول غير انتهى بتقدم السلام بهدفين مقابل هدف. ماذا عن زمن الشوط المباراة الثاني؟ والتقدير للاستاذ حامد المكينة لرعايته الكريمة للادوار النهائية. الاستاذ حامد المكينة راح يكون راعيا للادوار النهائية لهذه البطولة. تلعب لعبة ما فيها اوفسايد، تسديدة لكنه لهذه السنة تلعب لعبة عالية راسية ما زالت، لكن الرجالات وايضا لان هذه البطولة تحمل الاستاذ علي المشاج وابو حسين من سميت هذه البطولة تقديرا لسنوات العطاء، لسنوات العطاء. كرة اللعب ما زالت هنا من الجهة اليمنى حلوة، جول ثالث يا سلام، جول ثالث يا سلام، يا سلام على السلام، يا سلام على السلام. وهدف ثالث في شوط المباراة الثاني. السلام يقدم صورة جميلة. احيانا يوصفنا وهنا كرة بينية ما فيها اوفسايد. كرة تلعب تسديدة امامية لكن في احضان